نزلت اسك على الانستجرام الناس تقول فيها اراء هم الوحيدين المقتنعين بيها، فاحنا النهارده جايين نشوف هم قالوا ايه. اول واحد معانا معاذ بيقول لك اورا مش احسن تراك السنه دي، الغضب والوعد، وهل دي كانت حياتك احسن؟ انا بالنسبه لي اورا احسن من اللي انت قلتهم دول كلهم. انا بالنسبه لي اورا متكامل اكتر من الغضب والوعد وهل دي كانت حياتك بالنسبه لي. بس رايك يحترم طبعا. نخش على الزياده. تراكات بابلو القديمه زي الغلاف، كاس، عايز فين، فولكلور، هي تراكات سيئه فشخ وما تتسمعش، والناس اللي بتسمعها عشان يبانوا ان هم بيسمعوا من زمان. اتفق معاك ان في شويه تراكات لمروان بابلو ما كانتش احسن حاجه، بس اللي انت قلتهم ده كويسين جدا. الغلاف جامد، كاس جامد، عايز فين جامد، فولكلور ماشي، اتفق معاك شويه. بس عايزك تشوف التراكات اللي كانت في الوقت دي، هتلاقي تراكات مروان بابلو فارقه جدا عن اي منافس مع احترامي يعني. مو وليد بيقول ابيو اللي بدا السين النيو سكول مثلا، تمام. بابلو خلاه يتسمع، ويجز خلاه من ستريم، مروان وعفرت طلعوه ترند. كل كلامك صح يعتبر. حلمي هيثم افضل رابر صاعد في 2025. بصراحه مفيش منافس بامانه يعني. زوكش بيقول لك ايه، ان موسى سام افضل من ابي يوسف، وبابلو احسن من موسى سام. يعني بابلو احسن من ابي يوسف وموسى سام احسن من ابي يوسف. اللي انت بتقوله ده جه في دماغك ازاي تكتب حاجه زي كده؟ البرازيلي بيقول انا مش مقتنع بتراك كبده اللي جايب فيوز اعلى من فري وغابه. برضه حط في دماغك ان تراك كبده معمول ان هو يطلع ترند، وتراك فري ساعتها ما كانش فيه تيك توك اللي يشهر التراكات زي ما انت شفت مع تراك كبده طبعا. سيف هيثم بيقول ان ليجاسي من الناس الاوفر ريتد جدا. بص اتفق معاك ان ليجاسي مش متنوع قوي زي باقي الرابرز، بس هو يستاهل اللي هو فيه بصراحه، مش لدرجه اوفر ريتد بامانه يعني. لومو علي بيقول ان بابلو ده جود سين. انا بالنسبه لي بابلو زي كريستيانو، ويجز زي ميسي. ديدو بيقول تراك لقطه اندر ريتد فشخ. انت راجل عالمي، لاني بحب التراك ده قوي ومظلوم جدا، مع انه جايب فيوز عاليه بس هو مظلوم برضه. يعني مثلا لما الناس تسالك ايه اجمد تراكات لويجز، صعب جدا تلاقي حد بيقول لقطه. احمد سيف ان عفروتو يستحق يبقى التوب 3. انا عارف ان انا الوحيد اللي بقول كده. حط في دماغك الرابرز التانيين، هل عفروتو احسن من بابلو؟ لا. هل عفروتو احسن من ابيو؟ لا. هل عفروتو احسن من ويجز؟ لا. هل عفروتو احسن من مروان موسى؟ لا برضه. ممكن ده يكون رايك، بس انا بالنسبه لي اختلف معاك جدا يعني. وديد اشرف ان ويجز كاريزمته اعلى من بابلو. لا لا لا، حاسس ان اصلا ويجز ممكن يقول لا برضه. ايهاب بيقول مروان موسى اتقل بروديوسر على الساحه. زي ما احنا كنا بنقول، هل اتقل من مولوتوف؟ هل اتقل من الوايلي؟ لا صراحه يعني. محمد طارق بيقول هيثم هيبقى من نجوم الراب في المستقبل 100%. هيثم موهوب جدا يا جدعان. مافيا استوديو عفروتو ما يتسمعش. فاهمك عامه. عادل الكفراوي ويجز وبابلو ما اتخانقوش عشان دايره على المصلحه. انت راجل عالمي. ويجز قالها وقال لك انا ما خدتش فلوس اصلا من التراك عشان هم يتخانقوا على فلوس التراك، وانا بقول كده من زمان بس محدش مصدقني. الحوار يا جدعان بعيد عن دايره على المصلحه جدا، والحوار اصلا مش بسبب موقف واحد، اكيد بسبب طبقات. مازن مصطفى بيقول ابيو اغانيه ما بحبش احطها ستوريهات حد عنده المشكله دي، بس في تراكات ممكن تحطها. يعني مثلا بحب احط جو برق او باشا اعتمد مثلا. سيف جونيور تاني بيقول نص الشباب اللي طالع بتقلد بابلو، طبيعي لانه هو اكتر واحد اثر على المجال ده. ساجد محمود كريم اسامه جامد مش واخد حق. كريم اسامه ما عندهوش تراك وحش، انا عندي رايي ده ولسه مستمر حتى الان. زيزو بيقول حوريه ونصين من اجمد 5 اغاني الويجز حصل، بالذات نصين تحديدا انا بحب التراك ده جدا. يحيى بيقول ابو الانوار وسانتا من اكتر الثنائيات الاندر ريتد. هم نفسهم رابرز اندر ريتد، وحاسسهم حاطين نفسهم في حته كده بس ما عندهمش التنوع الجامد. يعني سانتا هتلاقيه محشور مثلا في الاولد سكول راب مع انه عنده حاجات اكتر بكتير. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش اللايك والفولو، واكتب لي ايه اكتر راي مثير للجدل في اللي انت قريته ده بالنسبه له. وبس كده، سلام.